السلام عليكم. بتواصل الحديث مع حضراتكم. والفراخ اللي قدامنا ده هي طبعا كانوا 10 فرخات، والنهارده بالظبط يعني 42 يوم. الفرخه متوسط وزنها 3 كيلو ونص. دول طبعا كانوا عند والدتي. بسم الله ما شاء الله يعني. كنت شغال ليهم على الحياة البشري اللي كنت بعمل عليها فيديوهات زي الكابكت المركب والمعلق والفيتامينات البشري. يعني سبحان الله يعني ايه فراخ حتى. بصوا يا جماعة الفرخة يعني متهيألي انا بقول متوسط 3.5 وممكن تزيد يعني. طبعا المكان مكان عادي اهوت، يعني مفيش اهوت. كانت برضو عاملين لمبة هنا للتدفئة ومكان اهوت. بصوا يا جماعة الفراخ هنذبحها، فاضل اخر 3 اهمت. والفرشة بصوا متسخة بس ناشفة. بصوا الفرشة عاملة ازاي. ف يعني اهم شيء فعلا مش الادوية، ولكن اهم شيء ان احنا نتحرك مع نمو الفرخ. بنوسع له تدريجي، اول ما يكبر بنتحكم في التدفئة. اللمبة تبقى كانت لمبة 200 يا جماعة، بص اتغيرت بقت اللي هي ال 40 واط. بوسع له. كان هم هنا في تحت الحوض هنا، اخدوا الحته دي فتره، بعد شويه طلعناهم، بعد شويه وسعوا. فبنبدا نتحرك مع الفرخ، والحمد لله الفرخ يعني وصل 3 كيلو ونص واكتر، ولا بيعطس ولا بيسهل. حمامه بصوا حمامه جاف وطبيعي ازاي. فهي فعلا تربيه الفراخ برضو مع عايزه اهتمام، علشان نوصل للاوزان دهيت. وطبعا كتكوت اللي قدامنا دهوت الفرخ دهوت معذرة كب. النهارده يعني 42 متوسط 3.5. يعني هنلاقي مثلا 3 وهنلاقي 3.5 و4 كمان، انا واثق يعني. فطبعا يا جماعه يعني بقول الفيديو دهوت عشان احنا داخل علينا صيف وحر. الفراخ لابد ان احنا نهتم بيها اكتر، عشان الاسترس بتاع الحر ده هو بيأثر طبعا على الوزن وعلى معامل التحويل الغذائي والكفاءة التحويلية بتاعة الطيور بتاعتنا. فلابد ان احنا نراعي ونهتم الفراخ بتاعتنا في مسألة التهوية وجفاف الفرشة، وان احنا نوسع لهم بصفة مستمرة، والمية تكون نظيفة، والأكل يكون برضه نظيف ومصدره كويس. شكرا لحضراتكم.